اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. عندنا حلقه جميله جدا، والنهارده هيكون تقييم الذكاء الاصطناعي اللي احنا عملناه بيتوقع ترتيب الدوري الانجليزي. طبعا هتلاقوا الفيديو موجود، اصلا الفيديو موجود دلوقتي قدامكم، هتلاقوه موجود تحت في الديسكربشن وكل الحاجات دي. روحوا شوفوا ازاي عملناه هناك بقى بالكودينج والاي اي سكيلز وكل الكلام ده. دلوقتي بقى هنقيم اذا كان هو توقع ترتيب الدوري الانجليزي صح ولا لا. طبعا الدوري الانجليزي خلاص وعرفنا مين الكسبان، مين اللي تاهلوا دوري الابطال، ومين اللي هبطوا. طبعا انا مش فاكر اي حاجه من التوقعات اللي احنا عملناها، مش فاكر بس غير ان انا البطل كان مين والوصيف كان مين، الباقي كله مش فاكره. فهنلعب لعبه مع بعض، لو جبت المركز صح هاخد نقطتين، لو جبت مركز فوق او مركز تحت هاخد نقطه واحده، وهنخلي السكور التوتال بتاعه من 20 مش من 40. طبعا ده الفيديو بتاعي، خلونا نجري بقى الجزء ده اللي احنا فيه بنتكلم فيه عن التكنيكاليتيز وكل الكلام ده. جروه. ايوه هي الصوره دي اللي احنا عايزينها. طبعا الصوره دي بتقول انا توقعت كل فريق في مركز الكام، وخلونا نبدا. طيب زي ما ظاهر كده مبدئيا المركز ال20 ساوثهامبتون، ودي اول توقع صح بالظبط. يعني بصوا ساوثهامبتون 25 نقطه المركز الاخير، فاول توقع مركز 20 لساوثهامبتون 2 من 2. بورنموث مركز 19، لا بورنموث مش مركز 19، بورنموث المركز يا نهار ابيض المركز 15 بورنموث، فده طبعا توقع مخيش خالص فما ناخدش عليه اي حاجه. نخش على بعده، ويست هام مركز 18 تلعب مركز 14 في الحقيقه. طبعا توقع مش مظبوط قوي برده، جاب 40 نقطه، انا قلت ان هو هيجيب كام؟ هيجيب 23 نقطه، مش مشكله. مركز 17 ايفرتون كان بيهبط انا متاكد. ايفرتون جبناها بالظبط 17 فعلا مركز ايفرتون، فكمان نقطتين. جاب كام؟ 36 نقطه. انا عندي كام؟ جاب ايفرتون 25 نقطه، مش مشكله النقط، المهم توقعنا المركز صح. نخش على اللي بعده 16 ليستر. شوفوا يعني كل الناس توقعت ان ليستر لا فريق قوي وكان كسبان الدوري ومش عارف ايه، الا الاي اي بتاعي توقع ان هو هيكون بينافس على الهبوط. هو للاسف توقع ان هو هينجو من الهبوط هنا، بس هو في الحقيقه ما نجاش من الهبوط. ليستر مركز 18 وانا متوقع ان هو مركز 16، او الاي اي توقع ان مركز 16، فمش عارف صراحه ادي لنفسي نقطه ولا لا. يعني بص هنستنى في الاخر، لو لقيت نفسي عمل وحش قوي مش هدي لنفسي نقطه، لو تمام خلاص هو المفروض بالرولز ما اخدش نقطه على دي. خش على اللي بعده. كريستال بالاس مركز 15. شوف بقى كريستال بالاس مركز يا نهار ابيض المركز ال11 كريستال بالاس، يعني دي حاجه غريبه شويه، فتمام ما ناخدش عليها اي نقطه دي. خش على اللي بعده مركز 14 وولفز. شوف بقى مركز الوولفز كام؟ 13، حلو ناخد عليها نقطه. يعني توقعنا تقريبا المركز بنسبه كويسه قريب. 13 وولفز 41 نقطه، انا كنت متوقع ان هم ياخدوا كام؟ 31 نقطه، مش مشكله. حاسس ان في عدد نقط قليل شويه في الحتت دي، هنشوف يمكن الفرق ده متعوض قدام غالبا يعني. بس وولفز 13 كده، انا عندي اعتقد 5 نقط، فتمام لغايه دلوقتي توقعين جبناهم مظبوط بالظبط، وتوقع جبناه فلتنا مركز بس. نخش على اللي بعده ليدز انا قلت ان هو مركز 13 او اللي هيتوقع انه مركز 13، طلع هو الحقيقه كام؟ طلع مركز ال 19. طبعا تخيش جامد جدا التوقع ده، فنبعد عنه مش صح. فيلا نكمل يا جماعه. نشوف دلوقتي احنا وصلنا لليدز 13. طبعا ده خيش جامد، طبعا ليدز خيش جامد ان هو 19 مش 13. خش نوتنجهام فورست، انا توقعت ان هو 12، خلينا نشوف ترتيبه كام. طلع 16 نوتنجهام فورست، فبرضه مش هناخد حاجه في الجزء ده، بس احنا يعني بنتوقع في نفس الجزئيه. يعني متوقعنا ليستر دي حلوه، يعني ليستر قلنا ان هو كان فعلا هينافس الهبوط، هو توقع ان هو هينجو لكن هو ما نجاش. وانا على فكره في الدوري اللي حصل فعلا ايفرتون في اخر ماتش بس هو اللي نجا من الهبوط، لان هو عارف ان هو يكسب، وبرضه ليستر كسب في اخر ماتش، فالاثنين فاضل منهم نفس فرق النقط يعني، فعشان كده ليستر هو اللي هبط. خش على اللي بعده استون فيلا مركز 11. طبعا عارف انها غلط من الاول، لان اسمه ايه استون فيلا اتاهل لواحده من الدوريات الاوروبيه تقريبا الكونفرنس ليج، ايوه، فدلوقتي بقى مركز 7 هو، طبعا مركز 11 بعيد فما ياخدش عليها اي نقطه. تشيلسي مركز 10 يا جماعه، وطبعا يعني برضو الاي اي توقع ان تشيلسي هيعمل موسم سيء، بس هو للاسف عمل موسم اسوأ بكتير ووصل للمركز ال 12. صراحه انا شايف انه بجد استاهل عليها النقطه دي، يعني تشيلسي عمل فعلا اداء سيء بس للاسف وصل 12 مش 10، فتشيلسي الحقيقه خايب الامال. اعتقد ان هدي نفسي نقطه دي معلش، يعني تشيلسي برضو فريق كبير، ما اديتش نفسي نقطه لليستر فهديها لتشيلسي، تبقى تقريبا 6 نقط كده. تشيلسي هاخد نقطه عنها. فولهام توقعت انه المركز التاسع ب 60 نقطه. شوف فولهام وصل كام؟ فولهام المركز العاشر، حلو. توقع فولهام فعلا ناخد عليه نقطه، لان هو وصل المركز العاشر مش التاسع، ودي ياخد عليها نقطه، فكده تقريبا 7 توتال حاجه زي كده. خش على اللي بعده. توقعت ليفربول المركز الثامن. ليفربول وصل كام؟ مركز خامس ليفربول صح؟
ليفربول مركز خامس. فللاسف ليفربول عمل منتدى في الاخر، ما اعرفش ازاي بدا يرجع يفوق في الاخر، وكان هيدخل اصلا دوري الابطال بس ما دخلش دوري الابطال. وكمان توقعنا ما كانش صح. ليفربول مركز خامس مش ثامن. اوكي. برايتون سابع. التوقع ده حلو لان برايتون في الحقيقه مركز سادس. حلو جميل التوقع ده. برايتون الحصان الاسود للبريمير ليج السنه دي، خد مركز سادس وكان في المركز السابع في توقعاتي. فبرايتون ناخد عليه كمان نقطه. حلو يعني يعني حاسس ان احنا هنعدي النص ان شاء الله. برنتفورد مركز سادس. فرنش تاسع. يعني هو مركز حلو برضه تاسع ليه في الحقيقه، لكن ما طمعش صراحه على اي اساس هو يتوقع ان هو هيبقى مركز سادس. دي كبيره قوي بس مش مشكله برضه معلهاش نقطه. خش على المركز الخامس ومان يونايتد. يا بجد يعني في حظ سيء شويه ان مان يونايتد مركز ثالث مش خامس. مش مشكله. خلاص مان يونايتد مركز ثالث في الدوري ده. للاسف كان نفسي ياخدوا مركز رابع عشان على الاقل يعني اخد نقطه، بس مش مشكله. يونايتد مركز ثالث معلهاش اي نقط دي. نخش على اللي بعده سبيرز توتنهام. للاسف توتنهام اصلا عملوا اداء سيء جدا في اواخر الجولات فوصلوا مركز ثامن. انا كنت متوقع ان هم هيكونوا مركز رابع. مركز ثالث نيوكاسل. الله، شوف التوقع ده توقع بصراحه حلو. توقع فعلا نيوكاسل صح في المركز هو قال المركز الثالث، هنا طلع في المركز الرابع بس ناخد عليها النقطه دي. هو قال 71 نقطه، انا متوقع ان هو كام نقطه؟ متوقع ان هو 75 نقطه فمش وحش قوي. والمركز الثاني يعني ارسنال. للاسف انا توقعت ان هو المركز الاول، او هو توقع ان المركز الاول. ومان سيتي المركز الثاني توقع البرنامج، لكن في الحقيقه هو خد الاول. فضل عليهم نقطتين برضو. فبس كده نكون خلصنا توقعات النهارده. اعتقد ان هي يعني اداء كويس من الموديل. يعني الموديل ما هبلش كتير، ما قالش مثلا ان ارسنال هبط مثلا، ما حصلتش كده. فتمام، اعتقد ان هو كان جود ابروتش. فاتمنى انكم ترجعوا تشوفوا الفيديو، تشوفوا ازاي جمعنا الداتا، ازاي عملنا البرنامج بقى بالكودينج وكل الكلام ده. بس كده شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، وشكرا على المستمر. مع السلامه.